السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى جايلكم بقى بالفيديو الملوخية الخضراء ده، كل سنة وانتم طيبين. يلا فرزي بقى، هاتي الملوخية اليومين دول رخيصة، وفرزي كده لرمضان بقى، اللي قصدي للعيد وللأيام العادية وطول السنة. حاجة جميلة يا جماعة، تحفة. بصوا منظرها تحفة ازاي. انا عاملاها بنفس الطريقة دي معاكم قبل كده، بس انا جبتها بقى عملتها النوبادي اللي دخلوا معايا القناة جديد وما شافوش تفريز الملوخية. وبصراحة أنا عملت الملوخية دي جميع الأنواع اللي تفرزي بيها، أحلى طريقة دي تفرزي بيها الملوخية. ولا هتخرطي ولا هتنشفي الملوخية ولا أي حاجة، مجرد ما تقطفيها وتغسليها وهتعمليها بطريقة سهلة خالص يا جماعة، ومش هتاخد منكم وقت خالص. شايفين منظرها، شايفين الخضار بتاعها، هي بتعبر عن نفسها. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ قبل ما نخش بقى نقوله بسم الله كده، يلا حطي لايك بقى. هنا بقى اول حاجه كده بنقوله بسم الله كده، وغليت الميه حلو قوي. هنحط بقى ايه؟ معلقه سكر زي ما انتم شايفين كده، دي كلها مواد حافظه وهتخلي لي الملوخيه خضره وجميله. وهنا نص معلقه ملح ليمون زي ما انت شايفه، وهنا معلقه توم صغيره مفروم، يعني معلقه سكر صغيره، نص معلقه ملح ليمون، معلقه سكر صغيره. طبعا الحاجات دي الملح الليمون ده طبعا دوت ما بيخليليش الملوخية تسود ولا أي حاجة، وتخليها تحتفظ بخضرها وجميل. هنا بقى كنت غسلتها طبعا كام غسلة حلوة كده، وطلعتها كده وصفيتها تصفية حلوة كده زي ما شايفين. بص أول ما حطيتها بقى في الكلام الجميل ده، بصوا بقت خضرة ازاي، شايفين الخضار ازاي، شايفين اللون ده من ده. طبعا بتبقى خضرة خالص يا جماعة، وبتقعد معاكي من السنة للسنة، وانتي طبعا مقطفاها بايدك وغسلها غسلة حلوة بايدك وكل حاجة عاملاها، ولا فيها مواد حافظة ولا اي حاجة. يعني نص معلقة الملح الليمون الصغيرة دي، معلقة توم المفروم، معلقة ايه، السكر، دي كلها مواد حافظة كده جميلة طبيعية ما فيهاش اي حاجة. هنا بقى شايفين، انا حطيتها بقى في المية اللي بتغلي دي، يا دوبك تقلبتين بس، يا دوبك بس تحسي انها دبلت وخضرت معاكي قوي كده، الخضار بتاعها بقى جميل قوي 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 كده. طلعيها، انا مش بنسلقها، انا يا دوبك بسقطها كده غلوة واحدة او لفتين كده في المية السخنة وخلاص على كده. ما بتسيبهاش ياما في المية، يعني يا دوبك تحسي ان هي دبلت وخضرت معاكي، عطيتك اللون الخضار. بصوا شايفين اول ما بتسقط في الكلام الجميل ده في المية والحاجات اللي انا حطاها، شايفين بتديك اللون عامل ازاي. احلى طريقة يا جماعة لتفريز الملوخية، والله انا جربت كذا طريقة ما لقيتش الاحلى من الطريقة ديت، اللي احلى طريقة وسهلة خالص وما فيهاش اي حاجة زي ما انت شايفة كده. لا نشفتي ملوخية ولا هتخرجي ولا اي حاجة، طريقة سهلة خالص. وطبعا انتوا شفتوها قبل كده غيركم ما شافهاش، فانا جايباها النهارده عشان اوريها ايه لكل متابعين ماما ليلى الغاليين. الطريقه دي بتقعد معايا للسنه للسنه. طبعا انا جايبه 8 كيلو، طبعا انا هجيب تاني بس مش هيكفوني السنه دول طبعا. انتوا عارفين الملوخيه بقى طول الصيف بنعمله منها جميله، وجنبيها بقى ايه، جنب اي اكل. بصراحه انا عندي الملوخيه دي معتمده في اي عزومه، في اي اكل، اي حد جاي لي بعملها بصراحه. وغير ما حد جاي لي كمان انا بعملها كده على طول. اللي بنحبوا الملوخيه الخضراء دي تحفه يا جماعه ملهاش حل. هنا بقى شايفين هنخلص الكميه دول، عامله جايبه 8 كيلو. طبعا قطفتهم ونقعتهم شويه كده في الميه، وغسلتهم غسله حلوه كام مره كده، وصفيتهم طبعا من الميه. وزي ما انتوا شايفين كده، في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. هنا بقى شايفين بص بتخضر ازاي، اول يا دوبك كده ما تقعد في الميه حبه صغيرين خالص كده لقاها تخضر وتغير اللون بتاعها، تبقى ايه، اللون الخضار الجميل ده. شايفين هي بتعبر عن نفسها، مش محتاجه اتكلم بصراحه. انا طبعا انا زي ما قلت لكم كده جايبه 8 كيلو، ان شاء الله برضو هجيب زيهم تاني او اكتر شويه عشان يكفوني السنه. وبتتحط في لو عندك بقى دي فريزر او فريزر حطيهم فيها. اهم حاجه تتجمد معاكي، تفرزيها تتجمد حلو قوي. يكون الفريزر بتاعك كويس يعني عشان يحفظها وتبقى جميله. اسحبي منها بقى طول السنه، وجايلك العيد ان شاء الله هتسحبي منها جاهزه على طول على الحل على طول. يعني انتوا بتشوفوني في الفيديوهات بطلع على طول الكياس اللي انا بفرزها ديت الملوخيه واحطها على الحل. هنا طبعا لو ما عندكيش شوربه، الميه اللي انا عامله فيها سلقه فيها، انا غاسله طبعا الملوخيه كويس جدا، ونضيفه الميه بتاعتها جميله، وحاطه فيها الثوم، وحاطه فيها ملح الليمون، وحاطه فيها معلقه السكر،
معلقه صغننه خالص كده. طبعا الميه بتاعتها جميله ونضيفه، فحطيت بقى عليها كده شايفين. واما اجي اطلعها بقى اعملها طبعا ايه، عندي شوربه لحمه، عندي شوربه فراخ، هعمل عليها ان شاء الله. لفتين بس في الخلاط يا جماعه. انا بحط الميه بتاعتنا دي ليه، او تحط الشوربه ليه؟ عشان تمشي في الخلاط. شايفين؟ تخينه خالص يعني. وانا جايباها الورقه العريضه، اهم حاجه تجيبي تنقي الورقه العريضه قوي دي، المليانه، مش نقي الورقه اللي هي عامله زي ورقه النعناع. لا احنا بنقي، بجيب الملوخيه الورقه بتاعتها كبيره وجميله كده، تربي معاكي. شايفين؟ عطيتك زي لفتين كده، عطيتك زي ما تكوني مخرطاها. تشوفي كده بالمعلقه تلاقيها زي ما تكوني مخرطاها، حتت رفنوعه قوي كده. خلاص كده بقت جميله كده. هاتي الكياس بقى على طول وهي سخنه. خلي بالكم نجاح الملوخيه يا جماعه، شايفين البخار طالع منها؟ لو سبتي الملوخيه على الرخامه كده في السرفيس زي ما انت شايفاها، سبتيها حبه هتسود منك، لان الملوخيه دي حديد. الملوخيه دي كلها حديد. فلو سبتيها شويه تسود. شايفين بتطلع بخار ازاي؟ انا اللي في الخلاط بتطلع بخار، واللي هي مسلوقه قدامي دي لسه بتطلع بخار. وبحطها في الكيس كده وهي سخنه، واقفلها وهي تبرد بقى على الرخامه. اما تبرد احطها في الفريزر على طول. يعني زي ما بقول لكم كده، عشان ما ترجعوش تقولوا لي يا ماما ليلى اسودت مننا. هقول لك انت اللي غلطانه. ليه بقى؟ لان انت سبتيها بردت عن بره كده، والهوا طالها كده واسودت منك. اللي في الخلاط يا جماعه بصوا فيه بخار طالع منها. اللي في الخلاط اللي انا بعملها بخار، لان انا وهي سخنه لسه حطيتها في الخلاط، وحطيت عليها الميه السخنه اللي هي كنت بعمل فيها. فكل حاجه سخنه معايا. انا بص شايفين انا ايدي مش قادره. بصوا ايدي هي سخنه على ايدي. بس هنا بقى ربطتها حلو قوي عشان ما يخش لهاش هوا، وطلعت منها الهوا كله. شايفين؟ كده هخلص الكميه وارجع لكم بقى كده ايه بالكميه كلها. بصوا بقى الجمال. شفتوا الخضار يا جماعه؟ شفتوا احلى من كده ولا اسهل من كده ولا اروع من كده؟ طريقه سهله خالص، انا بعتمدها الطريقه دي. عملت كل الطرق بتوع الملوخيه، احلى طريقه ملوخيه دي. واللي كل اللي جربوها قالوا لي يا ماما ليلى احلى طريقه ملوخيه عملناها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. هنا شايفين المنظر بتاعها بقى بيعبر عن نفسه. يلا حطوا لي اللايك بقى، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعلوا الجرس وشيروا الفيديو يا جماعة لحبايبكم واخواتكم كده، وان شاء الله كله عشان يستفاد منه، كله يستفاد منه بالطريقة السهلة الجميلة دي. وطبعا الموظفين هيعملوها، وست البيت هتعملها، اللي لسه داخله المطبخ جديد هتعمل نفس الطريقه دي، لان الطريقه دي اسهل طريقه. مش لسه مش هتخرطي بقى ولا تنشفي ولا تعملي. طريقه سهله خالص يا جماعه، ولا تشتري من بره ولا حاجه. لقيت كده تمام تمام يا ماما ليلى. حطوا اللايك بقى والاشتراك.